ابنك بيتحرك كتير جدا، مش بيهدى لحظة ومخليكي بتسألي نفسك طول الوقت يا ترى هو شقي ولا دي حاجة أكبر من كده؟ تعالى أقولك يعني إيه فرط حركة وإزاي تفرقي بينه وبين الشقاوة العادية. فرط الحركة هو جزء من اضطراب اسمه ADHD، يعني الطفل مش بس بيتحرك كتير، ده كمان مش قادر يركز ولا يسيطر على نفسه حتى لو حاول. ودلوقتي تعالوا نشوف الفرق بين الطفل النشيط واللي عنده فرط حركة. الطفل الطبيعي ممكن يبقى نشيط جدا، بس كمان ممكن يهدى لما تطلبي منه، يقدر يركز على لعبة أو قصة، مش بيأذي نفسه أو اللي حواليه من كتر الحركة. على عكس الطفل اللي عنده فرط حركة بيكون مش قادر يسيطر على نفسه. ودلوقتي خلينا أقولك أبرز العلامات اللي لو لقيتيها كلها أو أغلبها عند الطفل لازم تتوجهي لاستشارة مختص. 1. بيتحرك كتير جدا حتى في المواقف اللي المفروض يقعد فيها هادي زي الفصل أو وقت الأكل. 2. بيتكلم كتير جدا ومش بيوقف. 3. بيلعب بعنف أو بخطورة وبيتعرض للإصابات كتير. 4. مش بينتبه للتفاصيل ودايما بيغلط في الواجب. 5. بيتصرف بدون تفكير، يعني ممكن يخرج من الفصل فجأة أو يقول حاجة من غير مناسبة. 6. بينقل من نشاط للتاني بدون ما يكمل الأول. في النهاية فرط الحركة مش شقاوة ومش قلة تربية، هو بس اضطراب محتاج فهم ودعم وصبر مننا. لو عجبتك الحلقة شاركيها مع كل أم محتارة، واستنيني في حلقة تانية عن ازاي اتعامل مع طفل عنده ADHD.